نتائج توقعاتي للاسبوع اللي فات، قلت على لعيبه تشتريهم وكنت متاكد ان هم يجيبوا اهداف. سيمينيو اول واحد احرز هدف وجاب 6 نقط. تاني واحد كان سميث روي، جاب نقطتين بس وخرج بدري ما عملش حاجه. تالت واحد قلت لك اشتريه، حظه وحش. بايلي جاب نقطه واحده وخرج مصاب في الدقيقه 20 تقريبا. اخر واحد كان روجرز، جاب نقطتين بس وما عملش حاجه، لعب 90 دقيقه. وبكده تبقى نسبة النجاح في فئة اللعيبة اللي تشتريهم 1/4. لعيبة قلت لك سيبهم ما تمشيهمش والعب بيهم هيجيبوا أهداف. 10 نقط ايزي، هدف و3 بونص، شكرا ايزي. إيزاك جاب 9 نقط، جون وبرضه 3 بونص، شكرا إيزاك. ولعيب كمان قلت لك سيبه، هو مونس، بس ما عملش حاجة وخرج برضه في الدقيقة 80، جاب نقطتين بس. وبكده نسبة النجاح في الفئة دي 2/3. لعيبة قلت لك بيعهم، ميرفي سعره نزل بس نزل في آخر الشوط التاني، عمل اسيست لإيزاك، جلت قربت شوية معاه. دان بيرن قلت لك بيعه، جاب جون في نفسه وجاب 0 نقط. نكونكو برضو قلت لك بيعه، سعره دلوقتي بقى 6 و3، نزل اخر 4 دقايق ما عملش اي حاجة وجاب نقطة واحدة. وكده نسبة النجاح في اللعيبة اللي قلت لك بيعهم 2/3. لعيبة قلت لك سيبك منهم خالص، ما تشتريهمش طالما مش عندك، تجاهلهم. تريبير اول واحد ما لعبش خالص، جاب 0 نقط. ووكر نزل مكان جفارديول في اخر الشوط التاني، جاب نقطة واحدة. وقلت لك برضو تجنب هاندرسون، لكن هو عمل صدات كتير وراح منه الكلين شيت، جاب 4 نقط. وبكده نسبة النجاح في فئة اللعيبة اللي قلت لك